عايز اتكلم معاكم في ان النادي الاهلي بالصفقات اللي عملها دي كلها ما كانتش كده بشكل عشوائي ولا قصة كل النجوم في مصر في موسم واحد. بالعكس، يعني إدارة النادي الأهلي كانت بتبص إن المليون اللي هتدفع هتيجي إزاي. اللي أنا بقوله هشرحه لكم إزاي. الاهلي بتارجت دلوقتي وبيفكر انه يطلع من البطولة ديت. اقل حاجة هيطلع بنص مليار جنيه، يعني اكتر كمان بنص مليار جنيه. هحسبها لكم دلوقتي حسابيا. المباراة اللي الاهلي تعادل فيها مع انتر ميامي 0-0 خد فيها مليون دولار، بالمصري 50 مليون جنيه. الماتشين الجايين بالميراس وبورتو هم حرفيا اغلى ماتشين لعبهم او هيلعبهم النادي الاهلي في تاريخ النادي الاهلي من سنة 1907، من وقت انشاء النادي. مفيش مباراة اتلعبت قيمتها في حالة فوز النادي الاهلي، فوز بالمباراة دي يكسب 2 مليون دولار، يعني 100 مليون جنيه مصري. ده في حالة فوزنا على بالميراس او بورتو. يعني الماتش اللي هنفوزه من الماتشين الجايين دولت الاهلي هياخد 2 مليون دولار. تمام. خد من انتر ميامي مليون دولار، دي 50 مليون. في حالة فوزه على بالميراس هياخد 2 مليون دولار، ادي 100 مليون. تمام. طيب، لو اتأهل النادي الاهلي ان شاء الله للدور ال 16، الجايزة تبقى ايه؟ اي فرقة هتتأهل للدور ال 16 هتاخد 7.5 مليون دولار. خلينا كده نحسبها حسبة بسيطة بدون تعقيد. انا عشان اتأهل للدور ال 16 عايز كام نقطة؟ محتاج كام نقطة؟ محتاج 5 نقاط. معايا منهم نقطة دلوقتي من انتر ميامي. ان شاء الله نكسب ماتش بالميراس ناخد 3 نقاط، يبقى كده معايا 4 نقاط. يبقى انا عايز نقطة واحدة من بورتو.